رئيس أحمد الشرع بعد معركة السويداء طلع أنقم الشاش الأبيض اللي ما بيشوبوا أي شائبة نهائيا. كل شيء كان عم يطبل ويقول وموقع من تحت الطاولة ومساوي وعامل وباع واشترى وساوى، بين كذبهم وبين كيدهم وبين كل شيء. هلأ حاليا بال 2025 بالشهر السابع عرفنا مين الخاين ومين العميل ومين الوطني اللي بده يجمع تراب سوريا كلياته، ومين اللي حط مستقبله السياسي، حط مستقبل كل شيء باتجاه يوحد سوريا. رفضتوا، ذنبكم على جنبكم. الامور بالاول وبالاخير حتتعدل ويرجع الميزان لمكانه. بتطبش الكفه هون، بتطبش الكفه هون. حرب دول، ماني حابب اتعمق كثير بهذا الموضوع، ولكن الحمد لله لكل كل شغله ضاره في مقابلها نافعه. بينت للشعب السوري كلياته قديش القياده السوريه شريفه، قديش القياده السوريه متمسكه بوحده تراب الوطن، وبينت اعدائنا قديشهم حقيرين وقديشهم ذناب وقديشهم عملاء على العلن. هيك على عينك يا تاجر، بين وعينك كنت عينك. والايام تنقلب والايام دول. ورغم انه القائد احمد الشرع بيجيد الحرب وبيجيد التخفي وبيجيد المقاومه وبيجيد كل شيء، ولكن رغم هيك فضل مصلحه البلد كلياتها على مكتسبات صغيره. بترجع الايام بتدور وبتتغير الموازين، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.